السلام عليكم بنات، كي بقيتو لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكون ايامكم كلها طمأنينة ورضا ان شاء الله. موضوع البنات كيف ما كتشوفوا اللي غنهضروا فيه اليوم موضوع يعني عزيز على القلب، وكنظن انه غيكون عزيز على القلوب ديالكم حتى نتوما. ما كاينش شي مسلم ولا شي مسلمه في هذا العالم هذا ما كيعجبوش ولا ما كيحلمش انه يدير عمره ولا ولا انه يدير حج. يعني هاد الجوج هادو هما فعلا هما شي حوايج اللي هما صعاب، بالاخص الحج يعني. ولكن يعني الامر يعني يستحق الصراحه. انا بالنسبه لي الامر يستحق انه الانسان يدير ما في جهده باش يوصل لذاك المقام. يعني في هذيك الرحله انا يعني مقبل عليها ان شاء الله الى كتاب. يعني مادام كان في هذه الوقيته اللي كان نسجل فيها الفيديو راني في المغرب، ولكن يعني نقدر فاش نحطو نكون مستعودين ان شاء الله الى كتاب يعني كنقولوا حنا ناويين وربي يكمل بالخير ان شاء الله، والعقبه لكم نتوما حتى نتوما ان شاء الله. يعني بغيت نبارطاجي معكم يعني الفرحه يعني انا مازال ما متاكداش انني غادي نمشي، ولكن يعني من دابا كنحس فريمون بواحد الفرحه اللي كبيره. يعني ما تصوروش شحال كبيره. يعني كنوجد كنوقف يعني بواحد الفرحه وبواحد السعاده انني غادي نمشي لذاك البلاصه اللي فريمون شحال هادي وانا كنحلم بها. شحال من مره درت ادخار لديك الحاجه وما كتبش، شحال من مره كنكون كنجمع ما كتبش، شحال من مره كنكون ناويه انني نمشي كتوقع شي حاجه كتانيولي كل شيء. وهاد المره ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. كنتفائل انني هاد المره هادي نقدر نمشي الى كتاب. كنهضر معكم في واحد واحد الرجفه. المهم غير ديال الفرحه. كما قلت لكم يعني بزاف ديال الناس كيحلموا يمشيو، ولكن كيوقفوا عند اول عائق هو الفلوس. شتي نقول لكم البنات واحد الحاجه، يعني اول عائق ماشي هو الفلوس، اول عائق هو يعني النيه ديالك. الا كنتي فريمون ناويه انك تمشي راه ربي كيسر لك، سواء كان عندك فلوس سواء ما كانش عندك. راه كتلقى شي وحدين اللي كيكونوا يعني عندهم مبالغ ماليه يعني كبيره ويقدروا انهم يمشيو العمره ويمشيو يديروا الحج وما قادينش، ما يعني ما كتابش كيف ما كنقولوا. انا براسي شحال من مره كان عندي مبلغ ديال الحج ديال الفلوس ديال العمره وما مشيتش. كنت ناويه ولكن كتوقع شي حاجه اللي كتخليك انه ما تمشيش. هو النهار اللي مكتب لك فيه الله زعما الى كتاب العمره راه هو اللي عارفه. يعني سوا جمعتي سوا ما جمعتيش، سوا اجتهدتي سوا ما اجتهدتيش، ربي الا بغى يرزقك شي حاجه راه غادي يرزقك سوا واخا ما تحطيش فيها حتى درهم. باش نتفقوا على واحد النقطه، يعني اهم حاجه في هذا الشيء هذا كامل هو الحب ديال هذا الامر هذا، وانك فريمون باغا تمشي لديك البلاصه، باغا دير عمره، باغا تحسي بدوك الاجواء. يعني الانسان شي مرات هو انا منهم يعني يعني كيكون الانسان عيا يعني في حياته كيحتاج انه يمشي يرتاح في ديك البلاصه. حيت كيقولوا يعني الانسان يعني احسن بلاصه تقدري انك ترتاحي فيها هي في مكه او في المدينه. واخا يعني الله سبحانه وتعالى راه كاين في جميع الاماكن، الا بغى يدير لك يعني الدعاء يستجبوا لك هنا، وممكن يستجبوا لك هنا وممكن يستجبوا لك لهيه وممكن يستجب لك هنا في المغرب وما يستجبلكش في الدعاء ديالك في مكة ولا في المدينة. المهم كل واحد فينا داك الدعاء على حسب واش غادي ينفعو ولا ما ينفعوش، ولا غادي يعني على حسب داك الدعاء اللي دعيتي، النية ديالك والصدق ديالك فيه، وعلى حسب داك الدعاء واش عندك فيه خير ولا ما عندكش. المهم ما غندخلوش حنا في هاد المواضيع هادو. انا غادي نجيكم دابا في التطبيق العملي ديال كيفاش الانسان خاصو يجمع ولا يوفر ويدخر باش يدير العمره. يعني غادي نحكي لكم كيفاش تقدري انك تجمعي الفلوس العمره بلا ما تحسي، وكيفاش تخلي هذا الحلم هذا شي حاجه اللي هي قريبه تكوني خدامه عليها، ماشي فقط كتمناي كتقولي شي نهار غادي نمشي، شي نهار ما عرفتي اين نهار. هو بيان سور الله هو اللي كيحدد النهار فوقاش وكيحدد كل شيء، ولكن الانسان عليه السعي. يعني تقدري تكوني كتسعاي وكديري بزاف ديال الحوايج باش تمشي وما كتكتبلكش في واحد الوقيته، ولكن ربي داك السعي ديالك اللي درتيه وداك المجهود اللي درتيه راه ثقي بيا ما غاديش يضيع. غادي يجيك من حيث لا تحتسبين. تقدر تجيك عمره
ما انت ما مخلصه فيها حتى شي حاجه كيف ما كنقولوا. وديجا وقعات يعني شفت بنات عندي بنات عمي وكذا ومشاو العمره يعني من حيث لا يحتسبون، يعني كتكوني جالسه حتى كيقولوا لك جمعي لافاليز ديالك يلاه معنا عمره ما كتعرفي منين تجيك. فهمتوني؟ ولكن الانسان خاصو ياخذ بالاسباب. الحاجه الاولى البنات كما قلت لكم هي النية انك تمشي. علاش باغا تمشي انت اصلا ديك العمره؟ واش باغا تمشي باش تباني، باش يقولوا هاد السيده هادي راها قريبه من الله وكتبغي تبان، ولا باش بغات انك تحسي بالراحه في القلب ديالك وباش تغسلي الذنوب ديالك وباش ترجعي بواحد الانرجي اللي هي جديده؟ منين كتصدقي الله في نيتك يعني كيسخر لك الاسباب بطرق اللي ما كتخطرلكش على البال. يعني تقدر تكون عندك مثلا مبلغ اللي ما كاملش وربي يسهل لك في داك الشيء اللي بقى. يقدر يجيك واحد شي وحده مثلا تكون غاده، تكون خاصها شي وحده اللي توانس معها وتقول لك اجي نخلص عليك وتمشي، كتقدري تربحيها. شحال من واحد كنشوفو ربح عمره يعني في شي مسابقه ولا في شي حاجه، ولا كيكونوا باغفوا مثلا شي قرعه مثلا في الخدمه وكذا، وكاين الناس كيربحوها. يعني كل واحد والسبب اللي كيدير له الله. وكاين اللي كيمشي بليفور ديالو بالخدمه ديالو بالعمل ديالو، يعني كيدير مجهود باش يجمع داك المبلغ وكيمشي ربي كيسر ليه باش يمشي ويدير داك الشعائر نتما. الحاجه الثانيه البنات هو انه الادخار بالنسبه للعمره راه ماشي صعيب. يعني ربي سبحان الله كيبارك لك فاش كتكون عندك النيه انك راكي غتمشي لديك البلاصه. يعني ربي كيبارك لك فيها، كيبارك لك داك الجمع ديالك، كيرزقك من حيث لا تحتسبين باش تكملي داك المبلغ ديال العمره. يعني كل ديري مثلا حصاله، كيف ما كاين حصاله ديال الطوموبيل، كاين حصاله ديال الدار، حصاله ديال الذهب الى اخره. ديجا درت لكم بزاف ديال الامثله ديال الحصالات، غادي نديرو حتى حصاله ديال العمره. يعني غتجمعي كل نهار مثلا 10 دراهم 300 المهم داكشي اللي طاح لك في يديك 300 ريال 20 درهم 1000 ريال 200 درهم، المهم داكشي اللي طاح لك في يديك حطيه لين تما. ماشي مهم شحال المده ديال انك كتجمعي، تقدري تجمعي عام، تقدري تجمعي عامين، تقدري تجمعي 5 سنين 10 سنين. المهم يكون عندك داك لوبجيكتيف ديالك انك باغا ديري حاجه، ديك الحاجه باش توصلي ان شاء الله انك تمشي وديري العمره ديالك. ثالث حاجه البنات هو التنظيم المالي. يعني ضروري انك كيف ما ديجا شفنا في الفيديوهات اللي قبل، ضروري انك تكوني منظمه المال ديالك. يعني تعرفي المصاريف ديالك، تعرفي شحال انت كتدخلي في الشهر، تعرفي شحال تقدري انك تحيدي منه سالغ ديالك. ولا بالنسبه للناس ربات البيوت شحال تقدري انك توفري مثلا من المصروف باش تزيدي في الحصاله ديال العمره وهكذا. يعني تقدري انك تستغناي على شي حوايج اللي هما كيكونوا بساط باش توصلي لوبجيكتيف ديالك. تقدري انك تستغناي على لبسه كانت زايده ولا مكياج زايد، ولا بعوض ما تمشي تاكلي كل مره برا تقدري تخليها غير مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه. المهم هكذا فهمتوني، كتدخروا من شي حوايج اللي هما ما غاديش يضروكم، ولا ما غتحسيش بشي فارق يعني كبير. الحاجه الرابعه يعني المده ديال العمره، انها تقدر المده ديال الادخار تقدر تكون كبيره ولا صغيره. الا كانت السيده مثلا خدامه وتقدر انه توفر المبلغ ديال العمره، كان عندها شي صالير اللي هو زوين، تقدر انها توفره في عام واحد. ياك كنتي مثلا ربة بيت ولا ما خداماش، ولا مره كتخدمي مره لا، حاولي انك تحفزي راسك. يعني حيت المده بيان سور غتكون طويله، الا ولو ربي سهل لك وبغى يعاونك ويعطيك واحد الدفعه. يعني ما تعرفي الفلوس وما تعرفي الرزق منين يجيك. حاولي انك ديري شي حوايج اللي دائما يفكروك في هذا لوبجيكتيف ديالك. مثلا تقدري ديري مثلا شي طابلو ولا شي تصويره مثلا ديال الكعبه في لا شومبر ديالك ولا في التليفون ديالك، باش تبقاي كل نهار تشوفيها وكل نهار تموتيفيك. تقدري انك تبقاي تشوفي مثلا الناس اللي غادي يمشيو اللي مشاو العمره، كتشوفي رد الفعل ديالهم وكيفاش يعني وكيفاش
يعني كيفاش ربي يسهل لهم والفرحة ديالهم وداك الشيء. وحاجة أخرى بغيت ننصحكم، يعني فاش تشوفوا شي واحد اللي مشى للعمرة واللي ما تشوفي مثلا شي منظر مثلا ديال الحاج وكذا، يعني القلب ديال الإنسان كيتحرك، كيقول علاش نتسمى، ولا راه هذاك واحد الوقت اللي هو ذهبي. أنا كنقول يعني من يعني في داك الوقيته فاش كتشوفي عند الواحد الحاجة اللي نتيا باغا ديريها، هذاك الوقت راه من احسن الاوقات اللي تقدري انك تدعي فيها. دعي اون فوا تشوفي مثلا شي واحد مشى للعمره، سمعتي هاد صاحبتك هذه مشات للعمره ولا، دعي قولي يا ربي يسخر ليها، وربي زعما حتى انا يكمل ليا ونمشي تكتب لي زعما ديك العمره، ونمشي حتى انا ندير العمره ديالي. هذا واحد يعني حاولوا انكم تستغلوا ديك الوقيته، ما تخليوهاش انها تحول لواحد الحقد ولا واحد الحسد، لا بالعكس. فاش كتجيكم ديك حيت كاين الحسد وكاين الغبطه انك كتفرحي للناس شنو داكشي اللي غيديروا ولا داكشي اللي داروا، وفي نفس الوقت كيكون عندك واحد الشعور ديال حو بغيت حتى انا يا ربي بغيت هاد الحاجه هذه. فهمتوني؟ حاولوا انكم تدعيو في داك الوقيته بالضبط وما تضيعوهاش. داك الشيء مهم. خامسا تقدري انك تشاركي في الحلم ديالك، تشاركيه مع واحد اخر. مثلا الا كنت انت وصاحبتك، انت وماما، كنتي واختك، بغيتوا انكم جوج بكم عندكم داك لوبجيكتيف ولا داك الحب ديال انكم تمشيو ديروا عمره، ما فيها باس انك ديري هكا بروجي مع اختك ولا مع ماماك ولا مع صاحبتك ولا الوالد ديالك، يعني كل واحد فينا على حسب شنو هما الناس اللي معاه ولا مع المعاشر الى اخره. وديروا واحد التحدي ديال العمره، يعني حاولوا انكم كل شهر سوا ديروا مثلا دارت بيناتكم ولا حفزيها وتحفزك الى اخره، باش ان شاء الله ربي يسخر لكم وتمشيو بجوج بكم. يعني فاش كتكون مع شي واحد اللي كتحسي بانه عنده نفس الحلم ديالك، واخا نتيا كيجيك واحد الاحباط واحد الوقيته، الاخر كيموتيفيك، والعكس نتيا تموتيفيها وهي تموتيفيك والى اخره. الحاجه المهمه البنات، والحاجه اللي نضيع عليها هادشي كامل، والحاجه اللي يعني تقدر انها تغنيك على هاد لي زيتاب اللي قلنا كاملين ديال الادخار الى اخره، هي الدعاء. يعني الدعاء، ربي يرزقك بالعمره ويا ربي يرزقك الحج بلا حول مني ولا قوه. يعني دائما نقول لها الدعاء هذا زعما ربي يرزقك من حيث تحتسبين ومن حيث لا تحتسبين، يعني ربي يقدر يسهلها عليك بلا ما تعرفي كيفاش جاتك. يعني يقدر يجيب لك الرزق كما قلت لكم بشي طرق غير متوقعه، ولا بشي مساعده ديال الشخص، ولا فرصه ديال عمل تما، ولا ما عرفتي شنو ربي مرتب لك، ولا شنو ممكن انه يعطيك باش توصلي لداك الشيء اللي باغاه. فالدعاء استغلوا المرحله في الفتره اللي قلت لكم ديال انكم فاش كتشوفوا شي واحد عنده شي حاجه نتو عندكم، هي عندها وانت ما عندكش، نتما دعي. الدعاء في قيام الليل، في الليل، الدعاء فاش تكوني صايمه قبل المغرب، الدعاء فاش تكوني الدعاء ديال يوم عرفه، وهذا الدعاء يعني خطير. هاد النهار ديال يوم عرفه راه يعني انا عندي معاه تجارب ماشي تجربه. راه يعني انا في يوم عرفه كنت كندير واحد لا ليست، واخا انا ديجا راه قلت لكم درت لكم واحد الموضوع ديال يوم عرفه في لاشين، دخلوا انكم الا بغيتوا ترجعوا تشوفوه زعما شرحه به بلي ديتاي وداك الشيء. كنت ديما كندير واحد لا ليست ديال الادعيه اللي انا عندي. فهمتوني؟ كندير انا شنو باغا وكنمشي في يوم عرفه قبل المغرب ولا كل فتره كنتفكر كنمشي نجيب داك الورقه وكنبقى ندعي كنجيب معايا ديك الورقه وكنبقى ندعي، كندوز على الادعيه كاملين. ثقوا بيا، يعني الى ما كيدور العام الا وداك الدعاء ديالك مستجاب. على الاقل دعوه وحده من داكشي اللي كتبتيها نتما في ديك لا ليست غتلقايها مستجابه، هذه كوني متاكده منها. يعني ما يمكنلكش، يعني ربي حتى لو شاف انه واحد الدعاء ما عندكش فيه خير، راه غادي يدير لك دعاء اخر في داك لا ليست راه يكون فيه الخير ليك. فهمتوني؟ حاولوا انكم تمشيو بهاد الطريقه هذه، وربي يسهل لكم ويسهل عليا حتى انا يا ربي، حيت مازال ما متاكداش، ولكن يعني يكون خير ان شاء الله.
شنو اخر. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا العمره راه غاليه والعمره اللي زعما راه ما نقدروش عليها. البنات راه كل واحد كيمشي على قدر جهده. كاين العمره ديال 2 المليون، كاين العمره ديال 15 درهم، كاين العمره ديال مليون، كاين عمرات اقتصاد، يعني كاين عمره اللي كتكون اقل من مليون. فهمتوني؟ راه كاين على حساب المدينه. حنا هنايا في فاس ديال 10,000 درهم كاينه، ديال 10,000 درهم، 12,000 درهم، 11,000 درهم كاينه، ولكن على حساب زعما المكان، ماشي المكان، على حساب الفتره اللي غتمشي فيها، وعلى حساب لوطيل فين كاين، واش بعيد ولا قريب من الحرم، وعلى حسب الناس اللي كتمشي معاهم، عدد الاشخاص. مثلا الا كنتو 5 بكم غتمشيو في 5 ديال لي فام مثلا في نفس الغرفه، راه غتقدر تجيكم ممكن انا كتمشي ب10,000 درهم. 10,000 درهم تديك عمره كتخلصي فيها الفيزا، كتخلصي فيها لوطيل، الطياره، دي كل المصاريف ديال التنقل داخل. بعد هادو الوكالات السياحيه راهم كتكلف لك بهادشي هذا كامل ب10,000 درهم. فهمتوني؟ كاينين شي حوايج اللي هما رخاص، كاين بيان سور اللي كتكون ربي مسهل عليها وبغات شي حاجه اللي هي تمشي زعما مرتاحه اكثر وكتخلص مثلا الماكله في لوطيل الى اخره. هادو راه كاين العمرات اللي كيكونوا من 15,000 درهم للفوق باش ما كتبقايش طيبي وما كتبقايش ديري. اما بالنسبه للمصاريف ديال العمره لداخل، شنو غدي؟ اول حاجه تحاولي انك دير معاك الماكله من هنا. يعني المتوسط ديال العمره اللي كتكون مع الوكاله السياحيه هي واحد 15 يوم. الوغ انتي غتحاولي انك دي معاك شي ماكله مثلا ما تخسرلكش دغيا، واخا كيكون الثلاجه في لوطيل والى اخره. ديري طيبي مثلا معاك في الدار شي حوايج اللي هم يقدروا انهم يصبروا وديهم معاك. دي معاك الخضره. انا كنشوف دي فام وكنشوف فيديوهات ديال السيدات اللي ديجا مشاو العمره كينصحوا الناس، يعني كيديو كاع داكشي اللي محتاجينه لدرجه انك تقدري ما تشري حتى شي حاجه من تما. كنهضر على الماكله، كدي معاك الخضر، كدي معاك الفواكه، كدي معاك المعلبات، كدي معاك سميتو داكشي ديال مثلا الكاشير، المقرونيه، العدس، اللوبيا، الروز. المهم داكشي اللي ما غاديش يخسر لك وما غاديش يضيع لك في الوقت. فهمتوني؟ تقدري انك دوزي داك الفتره كلها وانت ما تحتاجيش انك تشري شي حاجه اللي هي كبيره. تشري مثلا دانون، تشري الخبز، تشري شي حاجه اللحم مثلا، تشري شي حاجه اللي غتحتاجيها، وكل واحد كيمشي على حسب الاستطاعه ديالو. حاجه اخرى بالنسبه لي كادو، يعني حاولوا انكم ما تخليوش هذا الامر هذا يعجزكم. يعني الا كنتي كتشوفي انك عكسانه انك تمشي للعمره غير حيت انت تابعينك بزاف ديال الناس اللي خاصك تجيبي لهم لي كادو، اول حاجه كاين اسواق اللي هما كيكونوا رخاص. جيبي انت هدايا اللي هما رمزيين، ماشي ضروري انك تجيبي ال50 ديال الناس تجيبي لهم عبايه الواحد. ماشي انت مليونيره بداك الشيء. بيان سور الا كنتي قاده، بيان سور الا كنتي قاده راكي غتجيبي، يعني ما تقصريش معاهم. ولكن الا كان عندك داكشي البودجي ديالك يعني محدود، حاولي انك ديري ميزانيه صغيره للهدايا، غير تفرحي الناس بشويه ديال ما عرفت. تقدري مثلا تجيبي التسابيح ودوك الرويحات صغيورين، ولا دوك العود ديال الارق، التمر، الحلبه ديال الزبزب. المهم شي حوايج بحال هكا اللي هما بساطين تقدر انك تفرحي بهم داك الشخص. و وسميتو يعني الهديه كيف ما كنقولوا كيبقى غير لو جيست انه الانسان فكر فيك نتما. الا بغيتي تجيبي شي حاجه اللي هي كبيره مثلا تجيبي عباية، تجيبي هذا الى اخره، تقدري تجيبي مثلا ماماك، اختك، دوك الناس اللي كيكونوا مقربين ليك. ما غاديش يكون العدد ديالهم اللي هو كبير، والناس الاخرين اللي كيكونوا بعاد مثلا الجيران، صحاب ديال الخدمه الى اخره. هادو شوفي حاولي انك تقسمي المصاريف اللي مخصصه ليهم باش تفرحيهم حتى هما. ولا ما بغيتيش اصلا تجيبي لي كادو، من حقك. يعني الانسان كيمشي تما باش يدير العباده ديالو وباش قد يعني يتصالح مع مولاه ويغفر ذنوبه الى اخره. ما كانش عندك البودجي ديال الهدايا ماشي مشكل، ممكن انك تستغني عليها. كيبقى لك واحد المبلغ اللي هو صغير ديال الترونسبور، مثلا الا كنتي غتشدي طاكسي الى اخره. هادشي اللي كاين البنات. يعني حاولي انك تمشي ديري واحد العمره اللي هي اقتصاديه بيان سور بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش
أما بالنسبة للبنات اللي عندهم واحد دخل محترم وقادرين انهم يديروا عمرة اللي هي زوينة ويتمتعوا في ديك العمرة فريمون، يعني ما يقصروش مع راسكم، ما تقصروش مع زعما ما يبخلوش على راسهم بهذا الشيء. فحبيباتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ادعوا معايا ربي يتمم بالخير وان شاء الله. المهم الفيديو هذا كنصورو كنسجلو دابا مازال ما يعني كنظن انه فاش غادي تحط ان شاء الله غادي نكون تما. فادعوا معايا وانا ندعي معاكم والله يسر لكم الامور. والا كنتو بغيتو لي ديتاي اكثر، يعني فاش نمشي ان شاء الله ونعرف شنو كاين تما اكزاكت ونشوف بعيني، حيت راه كل واحد شنو كيقول نقدر نعاود لكم ليكسبيريونس الا بغيتو تعرفوا مثلا داكشي بلي ديتاي ديال لي ديتاي، باش حتى نتوما تنتفعوا وتحاولوا انكم يعني موتيفيكم باش حتى نتوما ديروا العمره ديالكم ان شاء الله، وعلاش لا الحج. يلا حبيباتي الى اللقاء، تهلاو لي فراسكم و باي باي.